بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار في دربهم إلى يوم الدين، وعلى ساداتنا أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فبالسند إلى سيدنا الإمام العارف بالله الداعي إلى الله العلامة سيدي الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، تلميذ سيدنا الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، في كتابه فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد المنان العظيم الإحسان المتفضل باللطف والتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان والعرفان والإرشاد والبيان، باعث الرسل صلوات الله عليهم بالتحقيق والفرقان، ومخصص المصطفى صلى الله عليه وسلم من بينهم بالدعوة الجامعة لكل دعوة وبيان، أولا وآخرا وباطنا وظاهرا في جميع الشان، فأوضح الله تعالى به الطريق إليه في كل حال، وختم بدينه المحيط بكل نور وهدى جميع الأديان، صلى الله عليه وعلى آله نجوم الهدى، وأصحابه مصابيح العلم والعرفان، وأتباعه بإحسان على منهج سنته ودلالة القرآن. كانت هذه مقدمة المؤلف وخطبة المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمؤلف هذا الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه عليه رحمة الله تعالى، كان من شيوخه سيدنا الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وكان قد سماه علامة الدنيا لوفرة علومه وكثرتها، وقد كان يقول من فضل الله عليه في آخر عمره: إن في صدري 14 علما ما وجدت الناس يتذاكرون فيها ولا يذكرونها بينهم، ولا سألني عنها أحد، وتموت بموتي، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان إذا رأى بعض أجوبته شيخه الإمام الحداد يقول: والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن. ثم أنه كان من أدبه وهو في سعة علمه في أيام زيارة النبي هود على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام يحمل المظلة فيمشي بها فوق رأس شيخه الإمام الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يتولى خدمته بنفسه، ويقول الإمام كف عنه، يقول: أنا الذي أخدمك. من آدابهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكلهم من نسل سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن سيدنا الإمام علي بن محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر الله أحمد بن عيسى بن محمد النجيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهرة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت ولادته عام 89 وألف من الهجرة، 1089 في آخر القرن العاشر الهجري، 1011 آخر القرن 11 الهجري، 1089 عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم توفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك أيضا بتريم، وقبر بمقبرة أهل البيت في تريم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كانت وفاته عليه رحمة الله تبارك وتعالى الله أكبر بعد وفاة سيدنا الإمام الحداد بنحو 20 سنة، وقد أدرك الكثير من عمره،
وتوفي الإمام الحداد في العام 32 و100 ألف، 32 و100 ألف، وقد مضى على عمره بعد من 89، الذي هو نحو من 42 سنة. كان عمره حين وفاة شيخه الإمام الحداد 42 سنة، وعاش بعده نحو 20 سنة، ثم توفي بعد ذلك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. افتتح هذا الكتاب والمقدمة بالحمد لله تبارك وتعالى، وذكر من أوصافه العلى وأسمائه الحسنى جل جلاله الواحد المنان، في إشارة إلى الواحدية التي هي مسلك خواص البرية وعظيم المنة من الحق جل جلاله على أهل تلك المسالك، كما وصفه بالعظيم الإحسان والمتفضل باللطف والتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان والعرفان والإرشاد والبيان. وسنرى ترتيبه أمر الدين كله في هذه الرسالة على 4 دوائر. الدائرة الأولى سماها دائرة الإسلام والإيمان، والدائرة الثانية دائرة العلم والبيان، والدائرة الثالثة دائرة الإحسان، والدائرة الرابعة دائرة العرفان أي المعرفة الخاصة. وذكر الصلاة على النبي المصطفى محمد، وتخصيص الله له في بعثه بالدعوة الجامعة لكل دعوة ولكل بيان، وأولا وآخرا وظاهرا وباطنا في جميع الشان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم ابتدأ يقول: فالقرآن حبل الله المتصل بالوحي الحق الدائم الغض في كل زمان. والقرآن هو الأصل فيما بعث به نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، وهو الذي جعل مهيمنا على كل كتاب بشاهد قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فيقول القرآن حبل الله، وقد ورد هذا الوصف في السنة المطهرة: حبل الله مده المتصل بالوحي الحق الدائم الغض الذي لا يطرأ عليه ذبول. غض، فالغض هو الطري الحي القوي الأخضر الذي لا يذبل ولا يقصر ولا ينقص ضياءه ولا نوره ولا قوته. الغض في كل زمان أي على ممر الأزمان، فالقرآن غض أي قوي طري جديد لا ينقص شيء من نوره ولا من عطائه ولا من حاجة الخلق إليه. فالقرآن حبل الله المتصل بالوحي الحق الدائم الغض في كل زمان، فهو لكل شيء تبيان كما ذكر تعالى: وفيه تفصيل كل علم وتأصيل كل حكم وبيان بأوضح برهان. وهذا وصف القرآن الكريم. يقول سيدنا الإمام الحداد: وواظب على درس القرآن، فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر، ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. تدبر معانيه ورتله خاشعا، تفوز من الأسرار بالكنز والذخر. وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. وقد علمتم ما يقول العارفون أنه لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد، قال: وفيه تفصيل كل علم وتأصيل كل حكم وبيان بأوضح برهان. قال: والسنة الكريمة له أتم شرح وبيان لتبين للناس ما نزل إليهم. فتم شرح القرآن وبيانه بسنة الذي أنزل عليه القرآن، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبذا نعلم ما أقام أهل الهدى والتصوف أمورهم على هذين الأصلين من الكتاب والسنة مع الإجماع والقياس والاتباع للسابقين. قال: فأغنى الله به هذه الأمة الأحمدية نسبة إلى النبي أحمد محمد صلى الله عليه وسلم، مع تبيين السنة المحمدية له
أي أغنى الله تعالى هذه الأمة بالقرآن، أغناهم مع بيان السنة المحمدية له وفهم العلماء فيه وإرشادهم به إليه. فهم العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وخصوصا أكابرهم كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. قال القرآن والسنة شرح القرآن ثم فهم العلماء. فبهذه الثلاثة الأشياء أغنى الله هذه الأمة عن ماذا؟ قال: أغنى الله به هذه الأمة عن بعث الرسل، فإن خاتمهم سيدنا محمد فلا يبعث رسول بعده. فاغتنينا عن بعث الرسل بهذا القرآن وهذه السنة وبالفهم الصحيح لأهل العلم في الكتاب والسنة، اغتنينا فلم نحتج إلى بعث رسول بعد نبينا محمد وقد ختم الله به النبيين. قال: عن بعث الرسل وتنزيل ثان، أي تنزيل كتاب آخر، فلا نحتاج إلى أن تقوم الساعة إلى كتاب آخر ولا إلى رسول يبعث فينا، وإنما فينا ورثة هذا الرسول وخلفاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من حامل سره من آل بيته ومن العلماء العارفين المنطوين في أهل البيت الطاهر من الأكابر المقربين. فبهم اغتنينا عن تنزيل ثان وعن بعث رسول. وقال نبينا: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، كما أن أنبياء بني إسرائيل يجددون رسالة من قبلهم ويحسنون بيانها ويحرصون على الاستمساك بها، قال: فعلماء أمتي يقومون بهذه الأدوار. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ومما يذكر هذا في فضل سيدنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن سيدنا الإمام أبا الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي رحمه الدفين الصعيد مصر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: رأيت ليلة أني جيت إلى بيت المقدس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على تخت جالس مرتفع وحوله الأنبياء والمرسلون، فكان بجانبه سيدنا موسى وسيدنا عيسى. قال: فسمعت سيدنا موسى يقول لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، إنك قلت في حديثك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فهل ترينا واحدا من أمتك الذين هم مثل الأنبياء فينا؟ قال: فالتفت صلى الله عليه وسلم يقول: أين أبو حامد الغزالي؟ فأقبل الإمام الغزالي حتى قرب منهم. قال: فسأله سيدنا موسى يقول له: ما اسمك يا إمام؟ قال: اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. قال: أنا سألتك، يختبره، قال: أنا سألتك عن اسمك فقط، وأنت جيت باسمك واسم أبيك واسم جدك وبلدك، هل هذا من الأدب؟ قال: فالتفت الغزالي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، قال: يا رسول الله، أتأدب مع الكليم موسى أو أجيبه؟ قال: بل أجبه، أجب عليه. قال: يا كليم الله، لما خاطبك ربك وقال لك: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قلت: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ماء بخرى، وهو لم يسألك إلا ما تلك بيمينك فقط، وأنت جيت بكلام كثير والله أعلم بكل هذا. قال سيدنا موسى: عجب. التفت النبي محمد قال: صدقت، العلماء فيكم كالأنبياء فينا، العلماء في أمتك كالأنبياء فينا. قال: فالتفت صلى الله عليه وسلم يقول لموسى وعيسى: هل في أمتكما حبر كهذا؟ هل في أمتكما حبر كهذا؟ قال: لا. وبهذا أشار الإمام الحداد يقول: والحجة الحبر الذي باهى به أهل النبوة خير كل مشفع. باهى به النبي الأنبياء وأباها به أهل النبوة خير كل مشفع، وبوضعه الإحياء فاق، فيا له من فائق وكمثله لم يوضع. يقول: فلم تزل ملته صلى الله عليه وسلم الأحمدية وطريقته المحمدية ظاهرة بيضاء نقية عند كل ذي علم وإيمان، لا فترة فيها ولا ضلال ولا شبهة ولا إشكال ولا وهن ولا اختلال عند أهل المعرفة والإيقان. فهو دين متين وشرع قوي عظيم
وعد الله نبيه أن يبقى في الأمة أهل قلوب تعي وتفهم هذا الوحي وسر هذا الدين على مدى الأعصار والقرون، وإن حاول المحاولون التلبيس والتدليس والإبطال وقلب الحقائق، فلا تزال في هذه الأمة قلوب تعي سر هذا الوحي وتهدي بهدي الله إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في حديثه الصحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. كل خلف يأتي وكل قرن وكل جيل بعد الأول عدول ذلك الخلف خياره وأكابره، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه المصايب التي يتكلم بها بعض الناس باسم الدين، مبطل ينتحل ما ليس من الدين ويلبس عليه اسم الدين، وجاهل يؤول يفسر تفسيرا باطلا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول الكتاب والسنة الكتاب والسنة الكتاب، وهو بعيد عن الكتاب وبعيد عن السنة. يقول تأويل الجاهلين، ينفون عنه تحريف الغالين، تحريف قلب المعنى إلى معنى آخر من الغلاة الذين يغالون في هذا الدين. فالعدول في كل خلف ينفون هذا ويردون كيد أهل البدعة وأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل التلبيس وأهل التحريف وأهل التأويل بغير تأويله وأهل الانتحال من المبطلين، فيردون كل ذلك فضلا من الله في هذه الأمة. فلا يزال الدهر فيهم قوم بسرهم أمر الهدى يقوم، فالحمد لله على ذلك. قال: فلم يزل ودينه جديد، يبعث الله بلطفه في كل قرن من يقوم له بالتجديد، مشيرا إلى الحديث إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فيجدد الدين في كل 100 سنة. ومعنى تجديد الدين توضيح حقائقه وإيصال أنواره إلى القلوب لتفهم حقيقة ما بعث به المنقى عن العيوب الحبيب المحبوب صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. وليس في تجديد الدين تبديل شيء ولا تغيير شيء، ولكن بيان الحقيقة والبناء على الأصل الذي أسسه الكتاب والسنة والإجماع من المتقدمين. ويقول بإيضاح الحجج وإقامة البرهان، ويدعو إلى الله، يعني هؤلاء المجددون يدعو كل منهم إلى الله على بصيرة في شريعة وطريقة وحقيقة، في شريعة وطريقة وحقيقة، أي في فهم الأحكام وحسن العمل بها والانتظام في الالتزام، والنور الذي يحصل من العمل بالشريعة والتحقق بحقائقها من انكشاف أمر الحقيقة لهذه القلوب التي قال عنها الإمام الغزالي أن الله جعلها مستعدة لفهم الحقيقة وانكشاف الحقيقة فيها كاستعداد المرآة لانجلاء الصورة فيها. فالمرآة الصقيلة الصحيحة إذا قابلت الصورة انتقشت الصورة في المرآة. كذلك الحقيقة بالنسبة لقلوب بني آدم الذين شرفهم الله بنفخ الروح ونفخت فيهم من روحي، قلوبهم صالحة. وكما أنه لا تنتقش الصورة في المرآة لأحد أسباب 5: إما لعدم كمال المرآة، كمال مثل المرآة التي لم تصقل بعد ولم يتم صناعتها. قالوا هذا مثل قلب الصبي الصغير والطفل الصغير ما يقدر يفهم الحقائق، فهذا مثاله، فما تنكشف الحقيقة فيه وهو صبي حتى يكبر. قال أو بسبب آخر وهو طرو كدر ووسخ على هذه المرآة. المرآة موجودة والصورة موجودة، ولكن لا تظهر الصورة بسبب الكدورة والوسخ التي على المرآة، تحتاج إلى صقل وتنقية. وهكذا شأن القلوب التي تلطخت بالذنوب والمعاصي وبالسيئات ما تنكشف فيها الحقيقة. أو بسبب ثالث، والسبب الثالث قال
الجهل بجهة الصورة، ما يعرف فيه أن الصورة حتى يواجهها ويستقبلها، وهذا شأن الذين لم يعرفوا كيفية السير إلى الله تعالى كما ورث عن رسول الله من الصحابة والتابعين. أو سبب رابع قال وهو أن يكون الصورة موجودة والمرآة كاملة ولكن بينها حجاب فلا يظهر في المرآة إلا الحجاب. قال ذلك مثل الاعتقاد الباطل الذي يعتقده الإنسان وينشأ عليه يخالف عقيدة أهل السنة، فهذا ما تنجلي له الحقيقة لوجود هذا الحجاب حتى ترتفع هذا الحجاب. قال والسبب الخامس أن يعدل بالمرآة عن الصورة، فتكون الصورة هنا والمرآة تستقبل جهة أخرى، فمهما كان لا تطلع الصورة فيها حتى تستقبلها. وهكذا القلب الذي انشغل بغير الله ولم يقبل بكليته على الله فهو لم يواجه الحقيقة حتى تظهر وتنتقش فيه. ولكن إذا اجتمعت الأسباب انتفت هذه الأسباب الخمسة فلا بد أن تنجلي الحقيقة في مرآة قلب المؤمن ويدرك الحقيقة على ما هي عليه. قال في شريعة وطريقة وحقيقة في دوائر الإسلام والإيمان، هذه أول دائرة كما سيحدثنا عنها، والعلم والبيان هذه ثاني دائرة، والإحسان وهذه ثالث دائرة، والعرفان. وبعد فإن بعض الإخوان من أهل الله الموالين في الله على حق الإيمان في طريق الإحسان ألح علي وعولا على أن أذكر له وصية جامعة التبيين. طلب منه وصية، واحد وصفه من أهل الله والموالين في الله، طلب منه وصية قال جامعة التبيين لتكون له تبصرة وتذكرة نافعة في الدين، وطلب أن تكون شاملة في أوله وآخره، في الدين كله أوله وآخره، وكاملة في باطنه وظاهره، على وجه الجمع بين كلام العلماء المتقين الأولياء العارفين، ورغب إلي فيما علمت من ذلك وخبرته وسبرته وجربته من علم ويقين. قال لما طلب هذا الأخ في الله مني هذه الوصية فأقول وبالله الهداية والتوفيق، اعلم أن هذا الأمر يعني الدين، أن هذا الأمر والهداية له بداية ونهاية، وأول وآخر، وباطن وظاهر، وأصول وفروع، وفصول وجموع. هذا شأن الدين بكل ما فيه. يقول ولا تدرك غايته إلا بتقويم هدايته، أي بالوعي له والعمل بمقتضاه، هذا تقويم الهداية. ولا تنال نهايته إلا بتصحيح بدايته. وبذلك يقول العارفون من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ويقول سيدنا الشيخ بكر بن سالم من لم يجاهد في البدايات لم يصل إلى أو لم يشاهد في النهايات. من لم يجاهد في البدايات لم يشاهد في النهايات، وإنما على قدر الجد والاجتهاد. يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا، فاستوصي بالجد والصبر. قال سيدنا الحداد عليه رحمة الله، قال ولا كمال لأوله إلا بآخره، ولا وصول إلى باطنه إلا من ظاهره، ولا طريق إلى فروعه إلا من أصوله، ولا تحقيق لمجموعه إلا بمعرفة فصوله. فهو مرتبط أوله بآخره وظاهره بباطنه، فلا بد من أخذ الدين كاملا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي جميع الدين. وقال عن الذين يأخذون البعض ويتركون البعض أنهم بذلك يخرجون عن الملة والعياذ بالله تعالى، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فلا بد من أخذه كله. قال وكله دين واحد وطريق مستقيم له منازل ومناهل. منازل يتم النزول فيها بالارتقاء منزل بعد منزل،
ومناهل يشرب منها صافي ما فيها فما يرد عليه من الماء العذب قاله منهل. ومناهل ودرجات ومراتب، ولكل درجات مما عملوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس عند هذه الآية أن الله يرفع العلماء الذين أوتوا العلم فوق المؤمنين ب300 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، أو مسيرة 500 عام. رفعة العلماء فوق المؤمنين الذين لم يأخذوا هذا العلم، فشان أهل العلم عظيم إذا قاموا بحقه. وكان من جملة من خص بأنوار العلم ساداتنا أهل بدر الكرام، وكانت هم سبب نزول هذه الآية، وبحضورهم هذه الواقعة الكبيرة والغزوة العظيمة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الثبات وصدق وإخلاص وتفاني، كسيت قلوبهم بنور علم تميزوا به عن بقية الصحابة. فكانوا صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد من أهل بدر يأمر أن يفسح له في المجلس وأن يقدم، حتى إذا ضاق المجلس يأمر بعض الصحابة أن يقوم ليجلس أهل بدر، فكأن ذلك شق على بعض النفوس، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، وفي قراءة في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يعني قوموا فانشزوا، إذا قال لكم النبي قوموا قوموا، وإذا قال انشزوا فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يشير إلى أهل بدر، والذين أوتوا العلم درجات. قال كلكم مؤمنين ومرفوع، لكن الذين أوتوا العلم هؤلاء أرفع درجة، فيجب تعظيمهم وتوقيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فانظر ماذا سكب الله في قلوبهم في الغزوة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد واجهتهم قريش بخيلاء المشركون بخيلائهم وكبريائهم، وثبتوا وصدقوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم فتميزوا، حتى جاء في الحديث أن سيدنا جبريل قال لسيدنا نبي محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال يا جبريل هم من خيرنا. قال كذلك من حضر معك بدر من أهل السماء هم خير من في السماء. قال حتى الملائكة اللي حضروا معك في بدر هم أفضل أهل السماء، تشرفوا به صلى الله عليه وسلم. إذن ففضل أهل الأرض وأهل السماء معدنه واحد، الذي تفضل الله عليه في الأصل والأول، وجعل كل تفضل على من سواه بواسطته، فنال الشرف من في السماء بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما حضروا معه غزوة بدر وأذن لهم أن يخرجوا وحضروا تلك الوقعة معه القوية العظيمة الشديدة يوم الفرقان، تميزوا عن بقية أهل السماء وسموا بالحبيب الأسمى صلى الله عليه وسلم، فهو السماء في الحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول الإمام البوصيري كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزقنا الله وإياكم كمال الانطواء فيه والاقتداء به والاهتداء بهديه والفناء فيه حتى نفنى به في الله تبارك وتعالى. يقول وقد ورد بذلك الكتاب والسنة على وضع متحد بهذا البداية والنهاية والظاهر والباطن والأصول والفروع. قال فالأخذ بفرعه وفصله يستلزم الأخذ بباقيه وأصله، والتكذيب ببعضه تكذيب بكله. فمن كذب بآية واحدة خرج عن الملة والعياذ بالله، كذب برسول واحد خرج عن الإيمان. وأهل كل مرتبة يأخذون من كل آية وطاعة مثلا منازلهم ويشربون فيه مناهلهم. يعني هذا الدين في عظمته والناس على درجات فيه وهم قابلون للترقي، ولكن في بمجموعهم كل واحد منهم يستفيد من الآية، يستفيد من العبادة، سواء كانت صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر للرحمن أو صلة رحم أو بر والدين أو صدقة أو غير ذلك من الطاعات، يستفيد منها ومن نورها وحقائق ما أودع فيها على قدر ما تأهل هو وتهيأ له في الدرجات الأولى أو في الوسطى أو في العليا. كل يأخذ من نفس الآيات ومن نفس الطاعة يستفيدون فوائد تختلف من هذا ومن هذا ومن هذا، وهي طاعة واحدة، صلاة واحدة كصلاة الصبح، صلينا كلنا صلاة واحدة.
ولكن كل واحد بحسب ما صفى قلبه ونقاء باطنه وحضر مع ربه نصيبه من الصلاة على قدر هذا الحال، ويختلف هذا عن هذا وهذا عن هذا وكذا. ولكن جعل الله لنا ببركة النبي محمد في الجماعات أن تعود عوايد من الأعلى من الذين يصلون، سواء كان الإمام أو أحد في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث، من كان أعلى أعظم نورا وأقرب من الله تعود منه عايدة على البقية كله، كما جعل الله أهل الجنة فيهم درجات ولكن فوق المقربون. شراب أهل الجنة من تسنيم، مزاجه من تسنيم. قال سبحانه إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. ويقول سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على رائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه يعني مزاج شراب أهل الجنة خلطه يخلط بشيء مزاجه من تسنيم. وين التسنيم هذا؟ قال عينا يشرب بها المقربون. المقربون يشربون تسنيم خالص، ولكن المقربين دي فوق مزاج من شرابهم يمزج به بقية شراب أهل الجنة ومزاجه من تسنيم. فكذلك إذا اجتمعوا في الصلاة جماعة أو في مجلس ذكر جماعة ينظر الله إلى الجميع ويعطي كل واحد، ولكن الأعلى والأكبر منهم يسري منه مزاج للبقية كلهم وكل يأخذ نصيب من هذا. كما أن أهل الجنة يمزج شرابهم بتسنيم من شراب المقربين، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون رضي الله تعالى عنهم. الله يكرمنا وإياكم بالشرب من شراب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. يقول كل منهم على قدر طاقته وقابلية قلبه. وله قصيدة يقول فيها كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقباله. يقول وعلى قدر طاقته وقابلية قلبه وإيمانه وطاعته وقربه، فإن في كل آية وحديث وطاعة وذكر وعبادة له ظاهر وباطن، كل آية وحد ومطلع إلى ما لا نهاية له. يقول كل آية من آيات الله وكل طاعة وكل ذكر وكل عبادة لها ظاهر ولها باطن، كما قال صلى الله عليه وسلم في القرآن إن هذا لكل آية ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا. فظاهر ما يفهم للوهلة الأولى من معانيه، وباطن العمق الذي يحتويه، ظاهر وباطن، وحد وهو اسمه الإدراك لمجموع معاني، ومطلع مرتقى يرتقب إلى ما وراءه، ومطلع وحد ومطلع إلى ما لا نهاية، وهذا يستمر إلى ما لا نهاية له. فكل طالب يأخذ من كل مطلوب منه نصيبه على حسب قسمه ومبلغ فهمه وعلمه. فذكر لنا مثال، أنت تقول أن كل آية كل حديث كل طاعة لها ظاهر وباطن وحد مطلع والناس يختلفون فيه، فما المثال؟ قال ففي كلمة الإخلاص مثلا، وهي كلمة لا إله إلا الله، ففي كلمة الإخلاص مثلا التي هي أصل الأصول يقول أهل الإيمان لا إله إلا الله، معناهم لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهذا أهل الدرجة الأولى من المؤمنين كلهم يعلمون ذلك. نفس الكلمة يقولونها أهل الإحسان، ثم في طريق الإحسان معناهم لا مقصود إلا الله. فهؤلاء وقفوا عند لا معبود إلا الله، وهؤلاء جاوزوهم لا معبود ولا مقصود إلا الله. فذا يقول لا إله إلا الله وذا يقول لا إله إلا الله، لكن هذا معناه أقصر من هذا وهذا معناه أرفع. هذا الرتبة الوسطية. بعدها عاده قال ثم في تحقيق العرفان معناهم لا موجود إلا الله. فالكل يقول لا إله إلا الله، وهذا يقف عند لا معبود، وهذا يرتقي لا معبود ولا مقصود معنى هذه الكلمة، يذوق منها ويفهم منها هذا المعنى. وذاك فوقه يذوق منها لا معبود ولا مقصود، بل ولا موجود أصلا بذاته إلا هو وحده وما سواه فعله، فيضمحل كل شيء عنده والكل في كلمة واحدة.
وأهل الدرجة الأولى لا معبود إلا الله على مراتب، وأهل الدرجة الثانية لا مقصود إلا الله على مراتب، بعضهم فوق بعض، وأهل الدرجة الكبرى لا موجود إلا الله على مراتب، حتى ينتهوا إلى لا مشهود إلا الله جل جلاله. وتلك مواهب ويكل اللسان عن وصف معانيها، ولا تذاق إلا بصفو السريرة ومواهب الله الكبيرة. اللهم أكرمنا. يقول هذا في لا إله إلا الله. قال وفي البسملة مثلا كلنا نقول بسم الله، والمؤمنون كلهم يقولون بسم الله، وعند الأكل وعند الشرب وعند التلاوة يقولون بسم الله. قال في البسملة مثلا هي المبتدأ في كل حال يقولون بسم الله، معناهم التعلق بالحق تبارك وتعالى، وأن الأشياء مرتبطة بالله تبارك وتعالى، فهذا مرتبة التعلق. الثاني يقول بسم الله، قال في المرتبة الثانية التخلق، يقول بسم الله متخلقا، أي خلقه أن يقوم بالأمر باسم ربه، ومعناه مخلصا عن إرادة غير الله تبارك وتعالى، مستحضرا أن الله هو الذي يقدره على ذلك ويعطيه ذلك ويهبه له. واحد عاد فوق مرتبة. ثم بعد هذا قال عليه رضوان الله تعالى ثم في المرتبة الثالثة التحقق، والمتحقق باسم الله يوقن أن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه، فلا يشهد له شعرة من شعره ولا إصبع من أصابعه إلا وقيامه بالله تعالى، حركته وسكونه وأخذه وعطاؤه. فهو إذا قال بسم الله فشانه شان. لذا لما كان بعض الأولياء في البصرة جاءتهم امرأة تطلب منه أن يكتب لها آيات لأجل تشربها للشفاء، فجاءت له بصينية إناء فكتب بسم الله فانكسر الإناء، فراحت جاءت بصينية أخرى فكتب بسم الله فانكسر، فجاءت بصينية ثالث قال اسمعي أنا الآن في حالة لو جيتي بصينيات البصرة كلها لانكسرت، فاذهبي عند واحد قلبه لا يحمل هذا الحضور اكتب لك بسم الله، اذهبي عند أنا الآن إذا كتبت علي شيء بينفلق أمامي بسم الله من قوة حضوره مع الله. ولهذا قالوا جاء الإمام الحداد مرة إلى مسجده فكبر تكبيرة الإحرام فانشق الجدار، وقال الله أكبر فانشق الجدار من تكبيرته لما كبر بحال وكبر بذوق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذن كل يقول بسم الله، لكن هذا عنده مجرد تعلق، وهذا معه تخلق، وهذا عنده تحقق بسم الله تعالى. درجات عند الله سبحانه وتعالى، والكلمة واحدة بسم الله بسم الله بسم الله كله، وهكذا. لذا كان عندنا سيدي أحمد بن موسى بن عجيل من الأولياء والعارفين في تهامة اليمن، وكان من فقهاء الشافعية عليه رحمة الله. وجاءته امرأة تشتكي أن عندها بنت دخلها جني، وهي قال لواحد من الطلبة اذهب قل لها يقول أحمد بن موسى بن عجيل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فذهب الطالب جاء والبنت قال يقول أحمد بن موسى بن عجيل الله أذن لكم على الله تفترون، فصاح الجني لا 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 ما أذن الله لنا، وخرج وشوفيت الحمد لله. ومرت الأيام بعد وفاته عليه رحمة الله توفي، فجاءت تشتكي أن الجني رجع إلى بنتها، فقال والشيخ توفي، قال واحد أنا أعرف الآية التي قالها الشيخ، قالوا قم فقرأ عليه، فجاء يقول الله يجزيكم لا تفترون، كان الجني يضحك يضحك ما خرج يضحك قال عجيب، يقرأها ثاني مرة ويضحك، قال ايش هذا؟ هذه فنطق الجني قال الآية والرجل غير الرجل، الآية والرجل غير الرجل، هي الآية واحدة، لكن ذيك جات من عند قلب عارف بالله، من عند أحمد بن موسى بن عجيل، أنت لست كذلك، فما قدر يخرج الجني هذا الثاني، وإن كان تلا نفس الآية، فسبحان الله. فكلهم يقولون بسم الله، ولكن هذا غير هذا وهذا غير هذا، ولا إله إلا الله. ولذا سيدنا عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله لما استأذن بعض أولاده
أن يتكلم على الناس، فأذن له تكلم وما حد خشع ولا حد خضع. بعدين قال له اجلس، فجلس على الكرسي. قال البارحة أم الفقراء يعني زوجته أتت بدجاجة وطبختها بكوامخ حسنة، فجاءت الهرة وأكلتها. لما نطق بهذه الكلمات القلوب خشعت، وتبين لهم أن هذا مثال لما يسرق الشيطان من صلاة الإنسان ومن عمل الإنسان، أو مثال للكبر والعجب يسرق عمل الإنسان، أو للخاتمة عند الموت. ضج المجلس بالبكاء. وهو ذكر لك ثم قال يا ولدي ليس البعض بالألفاظ ولا بالقول، ولكن انظر جيت لهم أنت بالآيات والأحاديث والكلام البليغ، ما حد منهم خضع ولا حد بكاء ولا حد خشع. وذكرت لهم قصة أمك، فكيف حصل هذا الخشوع وكيف حصل هذا الحضور وهكذا. يقول لي المطوف سيد محمد بن صالح المحضار عليه رحمة الله كان في مكة أحد المطوفين يطوفون بالناس. يقول لي في سنة 61 أو 67 هجرية، 1367 هجرية، قال كان يعمل المولد هناك وجمع العلماء. قال فحضر علماء من كثير من علماء الشام ومن علماء مصر ومن علماء المغرب وغيرهم من أهل العلم، بعضهم من اليمن. قال فقرأنا المولد وعلمت ببعض علماء مصر الكبار، فكتبت إليه ورقة فجاء وحضر. قال فتكلم العلماء وكان مجلس مبارك، قرأوا المولد الشريف. قال ثم قلنا للحبيب عبد الله بن طاهر الحداد، هذا شيخ شيوخنا عليه رحمة الله. قال قلت له قم تكلم. قال ما شاء قد تكلم العلماء من كل مكان بما يكفيه. قالوا لا نريد من. قال هذا العالم المصري جنبه يقول يا سيد من بيتكم خرجت الدعوة خرجت من بيتكم. قال فقام انت، لما انتهض قائما رفع يديه فخشعت القلوب. قال اللهم اهدنا فيمن هديت، قالوا آمين، ضجوا بالبكاء. وعافنا، كمل القنوت وجلس، وإذا بالمجلس يمتلئ خشوع وبكاء. قال المصري هذا قام، قال أشهد أنك من ذرية رسول الله. قال اسمعوا، تكلمنا عن الآلام والآمال وأوضاع الأمة وأحوالها، وما حصل هذا الخشوع ولا حصل. يقوم هذا السيد يقرأ دعاء كلنا نحفظه وكلنا ندعو به كل يوم. لما قرأ نزلت هذه الخشية ونزل هذا الخشوع. فما هذا السر وما هذا النور الذي عند القوم عليهم رحمة الله تعالى. قال المؤلف يقول في رشفات أهل الكمال، يقول والله حال ذوي الدعوة لهم تفارق. قال المدعون للعلم والقرب تفارق حالهم حال هؤلاء الصادقين المخلصين. حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذايق، لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال، فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. قال عنهم إذا رؤوا يشهر ذكر الله، إذا رؤوا يشهر ذكر الله. في الحديث من أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا يشهر ذكر الله، فهو لهم سيما على الجباه، يعرف معناهم بلا اشتباه، من حيث ما يعرف ذو الجلال، لهم من التقوى أجل زينة، عند لقاهم تنزل السكينة، عند لقاهم تنزل السكينة، وتحصل الجمعية المبينة، فتجذب الألباب بانفعال، رضي الله تعالى عنهم. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقد أخذ أهل كل مرتبة من هاتين الكلمتين والذكرين الشريفين نصيبهم، وشربوا مشربهم على اختلاف وتفاوت لا نهاية له في كل مرتبة، كما في المرتبة الأولى في العبادة والتعلق في خصوص وعموم، في ملاحظة النوع والسبب في كل مقسوم على حد معلوم، وقس على ذلك ما سواه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى في هذه يذكرون قصة لبعض الصالحين. كان واحد يبيع سعتر، نوع من الطعام خصار يمزجونه في الطعام، وعنده سعتر بري، ونادى
سعتر بري سعتر بري، يريد أن يبيع. في ثلاثة من الصالحين، واحد مبتدئ واحد متوسط واحد منتهي، سمعوه فتواجدوا وغابت إحساسهم، فسألوا الأول هذا المبتدئ يقول: مش الذي أصابك؟ قال: سمعت نداء اسعى ترى بري. الرجال يقول سعتر بري، لكن هذا باطنه سير الكلام في معنى لائق بحاله، يقول: اسعى ترى بري، إذا سعيت ترى بري وإحساني. فقال: فلهذا أنا غبت. جاءوا للثاني المتوسط، قال: ما بالك، إيش الذي أصابك؟ قال: سمعت منادي ينادي الساعة ترى بري. فهذا متوسط، الساعة هذا. قال: فلذلك غبت. جاءوا للمنتهي هذا الكبير، قالوا: ما الذي أصابك؟ لماذا غاب ذهنك؟ قال: سمعت منادي يقول ما أوسع بري، ما أوسع بري. ودي كلمة واحدة، هو الرجال اللي بيبيع بسعتر حقه ما يعرف هذه المعاني، لكن القلوب هذه المنورة وقع فيها الكلام بمعنى يليق بها. قال: وبعض العارفين كان يمشي في الطريق، سمع مرأة تقول لبنتها، تقول أبي، قالت: دائما أنت تقول أبي أبي، كل شيء تقولين أبي. فقالت البنت: وهل معي غيره؟ فالعارف بالله هذا تواجد وغاب حسه، ولما أفاق قالوا: ما بك؟ قال: هل معي غيره؟ هذيك تتكلم على أبيها، ولكن الرجال ما وقع في قلبه إلا ربه سبحانه وتعالى، هل معي غيره؟ فلذلك غاب حسه لما سمع البنت تقول هل معي غيره. هي على أبيها، ولكن هو أنزلها على المنزلة اللايقة به. وهكذا أهل كل مقام يأخذون خصوصا من الآيات والأحاديث ما يناسب مقامهم وما يناسب حالهم، وفسع الله حظنا وإياكم. قال: واعلم أن الله سبحانه وتعالى لما تفضل ببعثة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه جوامع الكلم وسهل له الدين ويسره به ورفع عن أمته ببركته الإسراء المشقة والتعب وكل عسر، اختصر له الدين كله في كلمتي شهادتين: الإسلام والإيمان والإحسان، كله ما بذرها وأصل شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلها وسط هذا لا إله إلا الله. يقولوا مبدأ دائرة الإسلام والإيمان، ثم بسطه في كل دائرة أوسع منها بسطا لا نهاية له على حسب درجات المتقين ومقامات الدين إلى غايات الأنبياء والمرسلين. قال: فالدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين كالنقطة التي تدور عليها دائرة الإسلام والإيمان، ثم العلم والبيان، ثم الإحسان، ثم العرفان، إلى ما لا نهاية له في هذا الشأن. فلنوضح ذلك في 4 دوائر والله المستعان. الدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان والأخذ في الأصول والفروع بالمجموع والمجمول بالاعتقاد والانقياد والإذعان، 1. الدائرة الثانية دائرة التأصيل في الأصول والتفصيل في الفروع والفصول والاتساع في العلم والبيان، 2. الدائرة الثالثة دائرة الوصول من الظاهر إلى الباطن والحصول من العلم والبرهان إلى الذوق والوجدان، وهي طريق الإحسان. الدائرة الرابعة وهي آخرة بالنسبة إلى ما قبلها، على الدرجة الرابعة هي آخرة بالنسبة إلى ما قبلها، أولى بالنسبة لما بعدها. فلذا ارتقى من دائرة الإسلام والإيمان إلى دائرة العلم والبيان إلى دائرة الإحسان. فإذا دخل دائرة العرفان فهذه الدائرة وإن كانت خاتمة لما قبلها لكنها أولى لما بعدها، هذا أول درجة فيما بعدها من أسرار المعرفة بالله تبارك وتعالى تصير أولى. لا إله إلا الله. قال: أولى بالنسبة لما بعدها، وهي مطالعة الحقيقة ومعرفة كل حد ومطلع في كل بطون وظهور في مناهج العرفان. فهذه المقدمة، وسيأتي معنا إن شاء الله في المجالس ذكر هذه الدوائر دائرة فدائرة فدائرة، ونسأل الله أن يدخلنا فيها كلها ويرفعنا إلى دائرة العرفان ويرفعنا في مراتب العرفان يا كريم ويا منان. اللهم بارك لنا في مجمعنا ومجلسنا، واجزي اللهم الشيخ صالح
وشيخ آدم ومن ساهم وساعد على قيام هذا الدرس، ويجعل كل ذلك في صفحة الرئيس رمضان، وأوصل ثواب ذلك إلى روح والده صاحب الذكرى في هذا اليوم الشيخ أحمد قدروف، واجعل ذلك في صحائف آبائهم وأجدادهم وشيوخهم، وإلى من مضى من المشايخ الأكرمين، وإلى الشيخ كنت وجميع من مضى من أهل التمكين. اللهم ارفع درجاتهم واقبلنا في مجامعنا، وارزقنا التحقق بحقائق الإسلام والإيمان مع واسع العلم والبيان ومع تحقيق الإحسان، وزج بنا إلى مراتب العرفان يا منان، وارفع لنا فيها الدرجات وأصلح الظواهر والخفيات، واختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اختموا بالدعاء شيخ صالح، اختموا كملوا الدعاء، كملوا أنا قد دعيت، باقي قليل عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. 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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر وارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر وعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أهل فلسطين وحرر القدس يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والعيلة والذلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتعاول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثا، ندعوك مضطرين بالصفات بمظهر الاسماء بسر الذات بسر سر تمس بالعماء بكنزك المخفي بالهباء بأول البارز للوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن توى في علمك المصون وما حوى الكون من مكنون بالعرش بالفرش بالأفلاك بالعالم الأسلاب بالأملاك بسر الجم بالفناء بالصاح والماح بالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشم المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بالغوث والمعبوب عبد الله حبر الأنام ذي الحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر أوصى الله في ترجمان ذكري بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكر ذي اللقان.
بكل قطب من حماك داني فقد توسلنا بهم يا داني. يا الله. بكل معبوب وعبد سالك ومقتف لنهج المسالك. يا الله. هب لي واتباع كل طالب نال المنى ويسر المطالب. آمين. واسبل الستر على الجميع. آمين. وكفنا بحسنك المنيع. آمين. واشفنا من كل داء فينا. آمين. وعافنا يا ربنا واحمنا. آمين. ويسر الكسب من الحلال. آمين. ونجنا من ذلة السؤال. آمين. وطهر القلب من الأغيار. وصفي من درن الأقدار. واحفظنا السر مع الجنان من فتن الأهواء والشيطان. آمين. وخلص النفس من الدواعي. واسلك بها سبيل خير داعي. داعي. آمين. ومنك فأكرمنا بعلم أزلي وعملا إلى انقضاء الأجل. وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال. والاتباع المصطفى وفقنا. ومن حمي حبه فارزقنا. وزين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن. واقسم بقهر كل من أذانا ومن بسوء قد نوى حمانا. آمين. وكف كف ظالمين عنا. ولسواك رب لا تكلنا. ونجنا من كيد كل حاسد وشامت المعنف المعاند. واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا. واكمد بنار الغيظ والخسران كل عدو مفتر وجاني. واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل سني. آمين. يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار. يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار. يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار. يا رب واحفظنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات. واختم لنا يا رب بالإيمان وخصنا بالفوز في الجنان. يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا يسال مبذول. يا رب واغفر الفقير الجاني محمد الشاعر بالسمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل من أضحى له مؤاخي ومن له في سلكه قد انتزم بحق من فيك الأضحى قدم. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل سب لحماك داعي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم بحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة.